الاف ستيتمنت سطر كود بيشوف شرط، لو اتحقق هيطبق كود معين، لو ما اتحققش ممكن برضو يطبق كود تاني. احنا نكتب الاف ستيتمنت كالاتي: عندنا كلمة اف يعني لو بالعربي، بعديها عندنا قوسين سيركل بعد الاف ستيتمنت على طول. هنكتب ما بين القوسين سيركل دول الشرط بتاعنا. الشرط ده هيشوفه يونيتي، لو اتحقق هيطبق الكود اللي ما بين القوسين دول. احنا لازم نكتب الاف ستيتمنت جوه الفويد ستارت او الفويد ابديت، ما ينفعش نكتبه بره زي الديكلاريشن بتاع الفاريبلز. احنا قلنا ان الاف ستيتمنت بيعتمد على شرط. احنا عندنا نوع متغير اصلا قيمته لازم تكون شرط، اللي هو بوليان، يا اما ترو يا اما فالس. لو هو ترو يبقى كده الشرط اتحقق، يبقى كده هيطبق الكود. لو البوليان فالس مش هيطبق الكود دوت. احنا عندنا في الكود دوت تعريف لبوليان اسمه سامبول وقيمته false. كتبنا اسم البوليان دوت ما بين القوسين بتاع الاف ستيتمنت، ولكن البوليان دوت قيمته false فمش هيطبق الكود ده. لو خلينا البوليان ده equal true ساعتها الاف ستيتمنت ده هيشوف الشرط هيلاقيه true هيطبق الكود ده. احنا زودنا دلوقتي سطر كود كمان، ال else statement. احنا قلنا ان الاف ستيتمنت ده هيشوف الشرط ده، لو اتحقق هيطبق الكود ده، ولكن لو ما اتحققش هيطبق الكود بتاع ال else اللي بعديه على طول، اللي هو الكود ده. حاليا ده المفروض هيطبق اول سطر كود اللي بيقول فيه condition met. نجرب. عندنا مكتوب اهو في الكونسول condition met. هنخلي قيمة سامبول بفالس. دلوقتي بقى بيقول condition not met، مش معنى خلينا في variable equal false فاخد قيمة البوليان دوت، وده المفروض يكون الشرط على اساس تحقيقه هيطبق الكود ده. هل الشرط ده اتحقق؟ لا، فيطبق ال else statement. بقى دلوقتي عندنا ال if statement مكون من يعتبر 3 شروط. هيشوف الشرط ده، لو اتحقق هيطبق الكود ده وهيعمل skip لباقي ال if statement. لو ده ما اتحققش هيشوف الشرط اللي بعديه اللي هو some other bool. لو ده اتحقق هيطبق الكود ده وهيعمل سكيب لباقي الاف ستيتمنت. لو ده ما اتحققش يبقى لازم هيطبق ال else statement. ال else statement بيتطبق في حالة ان كل الشروط اللي قبليها ما اتحققتش. ولكن ما تتلخبطوش عشان عندنا if statements متواصلة ببعضيها وعندنا if statements منفردة لوحدها زي المثال ده. ال if statement ده منفصل عن ال if statement ده، يعني لو ده اتحقق مش هيعمل سكيب لدول عشان ده مش مكتوب else if. لما نكتب في ال if statement if لوحدها كده من غير ولا else if ولا else يبقى احنا كده بنبدأ سلسلة ال if statement. احنا بقى عشان نكمل على السلسلة دي بنكتب else if، بعد كده بنكتب else if براحتنا لغاية ما نكتب ال else. كده كملنا السلسلة، ولكن دي كده منفردة لوحدها. لو الكمبيوتر شاف الشرط ده واتحقق هيطبق الكود دوت ومش هيعمل سكيب لده، يعني هيشوف برضو الشرط ده. ولكن الفرق بقى ان لو الاف ستيتمنت ده شاف الشرط بتاعه واتحقق هيعمل سكيب لدول عشان دي كلها سلسلة واحدة، دي سلسلة لوحدها هي كمان.